يا مساء الفل واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده وملف جديد من بودكاست الارشيف. معاكم خالد محمد، والنهارده ميعادنا مع الحلقه الثالثه من سلسله حدث بالفعل، واللي اتمنى يكون الجزء الاول والثاني كانوا على مستوى التوقعات وكنتم مبسوطين بيهم. في البدايه، اللي ما عملش لايك للحلقات ينزل يعمل لايك دلوقتي، اللي ما عملش سبسكرايب ينزل يعمل سبسكرايب، اعملوا شير لو شايفين ان البودكاست ده يستاهل ان الناس تعرف بيه. انتوا دلوقتي بتسمعوا بودكاست الارشيف، معاكم خالد محمد، ويلا بينا نبدا في حلقه النهارده. ليه جيروم بيقضي أجازة الكريسماس في الحمام؟ دايما بتسأل السؤال ده لما بتكلم عن الطفل الصغير اللي متعود يقضي أجازة الكريسماس في الحمام. عادة الناس بتفترض إنه ممكن يكون بيعمل كده بسبب الضغوط النفسية، أو لأنه ما جالوش الهدية اللي كان نفسه فيها، أو يمكن بيهرب من قضاء الأجازة مع أسرته الرهيبة. أسباب كتير قوي، لكن ولا واحد فيهم صح. السؤال ده لما بيتوجه ليا، عادة لما بقول القصة اللي ورا الموضوع للي سألهولي، بيثبت في مكانه ومش بيعرف يرد، زي ما هعمل معاكم دلوقتي. الموضوع ده حصل من 25 سنة. جيروم كان ولد لطيف وخجول، شعره أشقر ناعم وعينيه زرقاء لامعة، كان شبه الملايكة بالظبط. أنا كنت أصغر منه ب3 سنين، بس أنا كنت بحبه وبعتبره صديقي، وسواء أنا أو هو فكنا انطوائيين ومش بنختلط بناس كتير. عشان كده كنا بنقضي معظم وقتنا في عوالم فانتازية من اختراعنا، بدل ما نحتك بالواقع المقرف بتاعكم. كنا بنتقابل كل يوم بعد المدرسة، وهو كان بيجيب معاه سكتش الرسم بتاعه اللي عادة بيكون مليان بصور مخلوقات غريبة وفرسان أقوياء، وأنا معايا الدفتر بتاعي مليان قصص فانتازية من تأليفي كلها فخر وعزة. بنقعد سوا أنا وهو، أنا أحكي وهو يرسم، كل يوم قصة جديدة من تأليفي ومن رسمه، كل يوم عالم جديد من خيالنا. جيروم ما كانش بيتكلم كتير، وما كانش محتاج يتكلم. عينيه كانت بتقول كلام كتير هو مش قادر يقوله. كان مرهق وحزين، بيمر بمشاكل كتير. عمري ما سألته مالك، لأني كنت عارف الإجابة دايما. هو عنده مشاكل طول الوقت في البيت. صحيح هو ما كانش بيحب يحكي، بس أنا كنت بشوف العلامات. يعني عمرنا ما اتقابلنا في بيته، وهو كمان كان رفيع بشكل مبالغ فيه. لكن بمجرد ما بندخل العوالم الخيالية بتاعتنا، القلق والخوف اللي جواه بيختفوا تماما، وبيكون متحمس وفرحان. أعتقد إن أنا أقرب حد ليه، كنت أكتر حد يعرفه كويس. الناس عادة بيشوفوا فيه الولد الصغير التايه الخواف المرعوب، اللي بقية الطلبة بتتنمر عليه. لكن أنا كنت شايف حقيقته، كنت شايفه موهوب، دمه خفيف، فنان وسيء الحظ. غلطته الوحيدة إنه اتولد في الأسرة الغلط وفي الحي الغلط. اتولد وسط ناس وعالم مش مهتم بولد موهوب وذكي زيه. في فترة الأجازات، جيروم كان بيزعل أكتر وبينطوي على نفسه أكتر، خصوصا إني كنت بروح أقضي فترة الأجازات عند جدتي، وبفضل هناك لمدة أسبوع كامل. لما قلت له ما كانش زعلان ولا قال حاجة، بس عينيه اتملت حزن وزعل. سألته بخجل، نفسك في ايه في الكريسماس؟ قال بدون تفكير، السلام، انا عايز الناس تسيبني في حالي بس. لما ودعته وانا راكب العربية، ما كنتش اعرف ان دي اخر مرة هشوفه فيها، بس كنت حاسس بخوف مش مفهوم، حاجة مش قادر افهمها. توتر بسبب السفر يمكن، سعادة بسبب الاعياد يجوز، بس أنا لسه عندي أمل إني أشوفه تاني في يوم من الأيام. محدش عارف إيه اللي حصل لأسرته في ليلة الكريسماس البشعة دي، بس أنا سمعت حكايات كتير وقدرت أحط تصور للي حصل ممكن نفهم منه اللي حصل بالظبط. فضلت 25 سنة بكون في القصة دي والتخيل ده. أعتقد إن والده كان أول واحد يموت. كان قاعد لوحده في غرفة المعيشة، ومن كمية أزايز الخمور الفارغة اللي كانت في مسرح الجريمة هقول إنه كان سكران ومش دريان بأي حاجة. غالبا مات قبل ما يفهم إيه اللي بيحصل. المناظر اللي في غرفة المعيشة بتقول إن القاتل عذبه بشكل وحشي قبل ما يقتله في النهاية. في الحمام كانت زوجته الميتة، مشهد أبشع من اللي بيجيبوه في الأفلام مليون مرة. جسمها كان مليان كدمات وجروح قديمة بتدل على إن جوزها الراحل كان بيضربها وبيعذبها بطرق وحشية كتير. طيب إزاي ما حاولتش تخرج من الحمام لما جوزها مات؟ يمكن ما سمعتوش. على أي حال، السكينة اخترقت صدرها بوحشية، وعلى الأرجح ماتت فورا وبسرعة.
محدش عارف ايه اللي حصل بعد كده، لكن جثة الأب انتقلت لحوض الاستحمام مع جثة الأم، والاتنين جثثهم كانت مفرومة حرفيا بشكل مرعب. للأسف الشرطة ما كشفتش المنظر ده غير بعد انتهاء أعياد الميلاد، خصوصا إنهم ما كانوش أسرة اجتماعية قوي، والحي بتاعهم كان حي فقير وغالبا كان فاضي في الفترة دي، وده هيفسر شوية إن محدش سمع صوتهم وهم بيصرخوا. الشرطة اكتشفوا اللي حصل لما أخو الأب جه يزوره بعد فترة الأعياد، واكتشف الحقيقة المخيفة. جيروم قضى عيد الميلاد ده في الحمام جنب جثة والده ووالدته المفرومين تماما. محدش عارف هو كان بيفكر في ايه، بس على الأرجح كان خايف ويائس. على ما يبدو إن القاتل كان عارف بوجود طفل صغير في البيت بسبب أوضة النوم المليانة لعب، لكن يبدو إن جيروم كان مختبئ وقت اللي حصل، وده خلى القاتل ما يلاقيهوش ولا يقتله. مش قادر أتخيل المنظر ولا الريحة ولا الخوف اللي هو كان حاسس بيه. انتوا متخيلين انكم تفضلوا عيد الميلاد جنب جثتين لأقرب ناس ليكم؟ الدم والأحشاء في كل مكان. فكرة انه قعد اسبوع في الحمام مع الجثتين دول فكرة مش قادرة تفارق خيالي. ما شفتش جيروم من يوم ما ودعته وانا راكب العربية، لكن مؤخرا قابلته. جسمه لسه نحيف زي ما هو، لكنه تايه، كأنه مش موجود، كأنه مات في الليلة اللي مات فيها والده ووالدته. عايش كجسم بس، انما روحه مش موجودة. من يوم ما قابلته وانا بزوره في بيته اسبوعيا. بقاله 25 سنة ساكت، مش بينطق ولا كلمة، عينيه فاضية وتايهة، مش باين عليه انه عارف انا مين اصلا. كل يوم بيرسم نفس الرسمة مرة ورا مرة ورا مرة، طول الوقت بيرسمها. خلاص هو ده الهدف اللي عايش علشانه بقاله 25 سنة. رسمة لشيء مصنوع من الظلال، حجمه ضخم وشكله مخيف، وشايل في ايديه الاتنين راس والده وراس والدته. مش مهم هتقضي فترة الأعياد بتاعتك ازاي، مش مهم حاسس بإيه، المهم إنك مش هتضطر تقضي أجازة الكريسماس في الحمام زي جيروم لوحدك. لديك 18 مكالمة فائتة. الصوت الإلكتروني خرج من تليفوني أول ما ضغطت على قائمة المكالمات الفائتة في الأنسر ماشين بتاعتي. يا نهار اسود، همست بيها لنفسي وأنا مستغرب. عمري ما كان عندي أكتر من 4 مكالمات فائتة قبل كده، يقوم يبقى عندي 18 مكالمة مرة واحدة. والنهاردة تحديدا أكتر يوم أنا تعبان فيه من سواقة الشاحنة بتاعتي طول اليوم. بعد اليوم الطويل والإرهاق ده كله مطلوب مني إني أقعد أسمع حوالي 20 مكالمة. اتنهدت بإحباط وأنا بضغط على الزرار علشان أسمع أول مكالمة، وعلى طول ظهر قدامي رقم غريب. هاي، أنا كريك من... ضغطت على زرار المسح، عرفت المكالمة فورا. دي مكالمة من مكالمات مندوبين المبيعات اللي منتشرين في كل مكان، ومن كتر ما سمعت مكالماتهم بقيت بعرفها أول ما تشتغل، علشان كده مسحت الرسالة من غير ما أكملها. ضغطت على الزرار علشان أسمع الرسالة اللي وراها. المرة دي ظهر قدامي على الشاشة رقم أنا عارفه كويس، رقم والدتي. ازيك يا مايك؟ كنت عايزة أعرف لو أنت فاضي تساعد والدك في أجازة نهاية الأسبوع. عايزين ننقل شوية من العفش بتاعنا في الشاحنة بتاعتك. معلش علشان تومي مشغول شوية ووالدك فعلا محتاج مساعدة. كلمني لو هتقدر تيجي. تمام؟ صحيح، نسيت أقولك، مش النهاردة قابلت كاتي في السوبر ماركت وقعدت تتكلم عن ابنها كالعادة، بتقول إنه... قصة تانية من قصص أمي اللي أنا مضطر أسمعها. أو تعرفوا، في الحقيقة لأ، أنا مش مضطر أسمع القصص دي. مش عارف ليه ماما مش بتلجأ للحل السهل. رسالة على تليفوني بتقول ممكن تساعد والدك في نقل شوية عفش في أجازة نهاية الأسبوع مثلا. بس الموضوع بسيط وسهل، ومش هكون مضطر ساعتها أسمع قصص تافهة في التليفون. ضغطت على الزرار مرة تانية علشان أجيب الرسالة اللي بعدها. هاي، أنا شيلة من... اللي بعدها. الضرايب بتاعتك مش... اللي بعدها. مايك، أنا محتاج مساعدتك في حاجة في بيتي دلوقتي وأظن إنها... يوه، مسحت الرسالة غلط قبل ما اسمعها زي بقيتها من كتر الرسايل اللي قبلها. دي كانت رسالة من جاري وصديقي المفضل هاري. أعمل إيه طيب علشان أسمعها تاني؟ للأسف مفيش حل. ضغطت على الزرار مرة تانية علشان أسمع الرسالة اللي بعد كده، وبرضه كانت من هاري. مايك، اسمعني، هو مش عايز يمشي، محتاجك تكلمني أول ما تقدر أرجوك. المكالمة انتهت قبل ما أقدر أعرف معلومات أكتر، وده سبب لي إحباط كبير بسبب إني تسرعت ومسحت الرسالة اللي قبلها. إيه بالظبط اللي في بيت هاري؟ ضغطت على الزرار والرسالة اللي بعدها اشتغلت. أنا لسه سامعه، ومايك أقسم لك بالله إن صوته بيعلى
صوته كان خايف فعلا، وباين إن الأمر طارئ وإنه مش بيهزر. أنا سامع صوت تنفس تقيل في الخلفية، كنت قلقان. مشيت لحد الشباك وفتحت الستارة بإيدي. بيت هاري شكله عادي وطبيعي، وعربيته واقفة قدام البيت، وشباكه مفتوح، ونور بيته كمان مفتوح. وقفت شوية علشان أتأكد لو في أي حركة غريبة جوه البيت أو حاجة، بس بيته بعيد عني شوية، فما كنتش شايف كل التفاصيل اللي أنا محتاج أشوفها. رجعت للتليفون مرة تانية، ضغطت على الزرار علشان الرسالة اللي بعدها تشتغل. مايك أرجوك رد على التليفون، أرجوك ده بيقرب مني. هاري كان بيصرخ بس بصوت واطي، مش عارف أوصف لكم الموضوع إزاي، كأن حد بيهمس بصراخ. كان يائس علشان أرد عليه. الخوف اللي مالي صوته خلاني أترعش لدرجة إن التليفون كان هيقع من إيدي، وبسرعة ضغطت على الزرار علشان الرسالة اللي بعدها تشتغل. ده بره الباب بتاعي، مايك أرجوك رد على تليفونك حالا. حسيت بقلبي بيدق بقوة وبسرعة. ما كنتش هنا وقت ما كلمني. حسيت بقشعريرة بتجري في جسمي كله. ضغطت على الزرار والرسالة اللي بعدها اشتغلت. هاي، أنا براد من... مش وقتك خالص يا سيدي، يخرب بيت كل مناديب المبيعات اللي في الدنيا. ضغطت على الزرار بسرعة وغضب. الرسالة اشتغلت وانا ببص من الشباك ناحية بيت هاري. كلمني ضروري. الرسالة اللي بعدها: أرجوك رد على التليفون، رد ولو مرة، أرجوك. صوته كان مليان رعب وخوف. كان فعلا محتاجني اني ارد عليه. كان محتاج مساعدتي. مايك رد على تليفونك أرجوك، ده هنا. هاري كان بيهمس بخوف، ومن حواليه صوت خدش مرعب. أول مرة أسمع صوت الخربشة المرعبة دي. الرسالة اللي بعدها: هو ده أنت؟ مايك، لا مايك، ده سابني ومشي. صوت الخربشة توقف، صوت التنفس التقيل كان بيبعد، وصوت خطوات بطيئة كانت بتبعد. ما كنتش قادر أتنفس. هو فعلا سابه ومشي؟ سابه حي؟ ترددت للحظة، لكن في النهاية اضطريت أضغط على الزرار علشان أسمع الرسالة اللي بعد كده. مايك أرجوك قول لي إن الصوت ده مش صوت الشاحنة بتاعتك. هو مشي، الشيء المرعب ده مشي، بس ده كان صوت إيه؟ مايك أرجوك رد. هاري كان بيتكلم في التليفون وصوته مليان خوف وقلق، وفجأة صوته بدأ يختفي، كأنه بيهمس بحاجة. عليت صوت التليفون على آخره، لكن برضه مش قادر أسمع هو بيقول إيه. صوته واطي قوي قوي. وفجأة سمعت صوت صرخات غريبة جاي من بعيد. الرسالة اللي بعد كده كانت أغرب. مايك الشيء المخيف ده مشي، خرج من باب بيتي وبيجري، سابني ومشي لأنه سمع صوت الشاحنة بتاعتك يا مايك. ضغطت على الزرار علشان أسمع رسالته الأخيرة. خرج علشان يدخل بيتك من الشباك اللي انت سايبه مفتوح يا مايك أرجوك الحق نفسك بسرعة. حطيت سماعة التليفون وأنا بسمع صوت خربشة وتنفس تقيل من ورايا. بلعت ريقي بصعوبة وأنا بلف علشان أشوف. أنا بشتغل في محطة بنزين في قرية ريفية نائية في مدينة صغيرة في أوريجون. اسم المدينة مش مهم، خصوصا إني مش عايز حد يعرف حاجة عني، فيعني ما تزعلوش مني، أنا مش هذكره. اللي هحكي ليكم ده حصل من حوالي شهرين تقريبا. الشغل كان هادي، وأنا كنت واقف ورا مكتب الاستقبال ماسك تليفوني في إيدي وببعت رسايل لواحد من أصدقائي. سمعت صوت الباب وهو بيتفتح، وده معناه إن في شخص دخل جوه المكان، بديهيات يعني. بصيت ناحية الباب علشان أشوف بنت صغيرة لابسة جاكيت أحمر وواقفة على الباب. قطرات المطر بتنقط على الأرض تحتها وهي بتتحرك بهدوء. بصت حواليها كأنها أول مرة تدخل سوبر ماركت ملحق بمحطة بنزين في حياتها. مشيت ببطء ناحية رف من الرفوف. تليفوني اتهز في جيبي فمديت إيدي وطلعته. قريت الرسالة وضحكت. لما بصيت ناحيتها تاني شهقت ورجعت لورا بسرعة. كانت واقفة قدامي بالظبط، ماسكة في إيديها كيس حلويات. إمتى وإزاي مشيت من الرف لغاية عندي؟ بصراحة مش عارف. أكيد يعني أنا اتشغلت في التليفون بتاعي وما حسيتش بالوقت. ابتسمت وحاولت أهدي نفسي وأنا بقول لها حسابك $4. أخدت كيس الحلويات علشان أسجله على الكمبيوتر وهي حطت الفلوس قدامي. لما مديت إيدي علشان أرجع لها الكيس وأخد الفلوس سألتني بفضول: إيه ده؟ كانت بتشاور على التاتو اللي مرسوم على دراعي. ابتسمت وأنا بقول لها ده اسمي بس بالياباني. وريتها بقية التاتو
وفضلت تبص عليه شوية قبل ما تبصلي تاني وهي بتقول دانيال. الدم نشف في عروقي. هي عرفت اسمي منين؟ أنا مش لابس البطاقة التعريفية بتاعتي اللي بيكون عليها اسمي. طب ازاي عرفت اسمي؟ يمكن تكون بتعرف تقرا ياباني. لكن فجأة جه في دماغي سؤال مهم جدا، هي بتعمل ايه في مكان زي ده وفي وقت متأخر زي ده؟ بصيت في الساعة اللي متعلقة على الحيطة اللي جنبي، الساعة 3 بعد نص الليل. يمكن كانت في رحلة تخييم مع أهلها وطلبت منهم كيس حلويات فنزلوها هنا علشان تجيبه. بس مين اللي ممكن يسيب بنته تشتري حاجة لوحدها في وقت زي ده؟ سألتها علشان اطمن، هو انتي بتعرفي تقري ياباني؟ هزت راسها وهي بتبتسم ابتسامة واسعة وبتقول لأ، بس أنا عارفة إن اسمك دانيال، ووالدتك هي اللي اختارت الاسم، سمتك دانيال زي جدك اللي مات مصاب بمرض خطير، ووالدتك كانت عايزة تخلد ذكراه. رجعت خطوة لورا وأنا بترعش من الخوف. السؤال الوحيد اللي قدرت أسأله كان إيه؟ ابتسمت بفخر غريب وهي بتقول جدك اسمه دانيال وانت متسمي على اسمه. انت لطيف يا دانيال، انت ولد لطيف. ماما بتقول دايما ان الناس اللطيفة من حقهم انهم يعيشوا. انت بتقولي ايه؟ ماما بتكره الاشرار، بتقول انهم ولا حاجة، مجرد نقط في بحر واسع. ماما بتاخد الاشرار بعيد وبتاخد عينيهم. عارف، ماما بتحتفظ بالعينين دي في برطمانات، بتقول ان كده احسن. مؤخرا بقت تقول ان الاشرار بقوا بيشكلوا نص العالم، بس هي بتقول انها هتاخدهم كلهم. انما المشكلة الوحيدة اللي بتواجهها ان ما عندهاش برطمانات كفاية. هو ايه اللي بيحصل؟ انا مش عارف المفروض اقول ايه. الساعة تقريبا 3 نص الليل، وانا واقف اتكلم مع بنت عندها بالكتير قوي 10 سنين مش عارف اسمها، وبتكلمني عن والدتها اللي بتاخد عيون الناس تحطها في برطمانات. هل ممكن اكون بخرف من التعب وقلة النوم؟ يمكن انا نايم وبحلم اصلا، بس لأ، انا صاحي وفايق وكل اللي بيحصل ده حقيقي ومرعب. بهدوء سألتني ممكن أسألك سؤال؟ هزيت راسي فسألت ماريسا، انت بتحب واحدة اسمها ماريسا صح؟ هزيت راسي تاني، كنت مصدوم انها عارفة اسم حبيبتي. كملت سؤالها انت ليه بتحب ماريسا؟ دي واحدة من الأشرار، وانت لطيف وطيب، انت ولد كويس، ليه بتحبها؟ بصراحة ما عنديش أي استعداد أقف أبرر علاقتي بحبيبتي لبنت صغيرة مخيفة في محطة بنزين نائية في وقت متأخر زي ده. اتنفست بعمق وأنا بسألها ليه طيب بتسألي؟ ضحكت وهي بتميل راسها للجنب ببطء مخيف وبتقول ماما طلبت مني ما جاوبش على أي أسئلة، ما ينفعش أديك أي إجابات. ممكن أقولك الكلام اللي هيريحك ويخليك مبسوط، بس الأفضل بلاش أجاوبك أصلا. ماريسا بنت شريرة يا دانيال، وهتسبب ليك ألم كبير. انت حاسس بده من دلوقتي ومش عايز تسيبها. لتاني مرة ألاقي نفسي مش قادر أتكلم قدامها. سألتها بخوف انت مين؟ هي عرفت الحاجات دي كلها ازاي؟ دي كأنها بتقرأ أفكاري. هزيت راسي وأنا بحاول أتنفس بعمق علشان أهدى. سألتها تاني انت مين يا حبيبتي؟ كان باين على صوتي انه بيترعش واني خايف ومرعوب. قالت بهدوء وكأنها مش سامعة سؤالي عايزة أقولك على حاجة، بس الحاجة دي مش عايزة ماما تعرفها، لأنها لو عرفت إن أنا قلتلك ماما هتأذيني وهتأذيك. بس أنا لازم أقولك لأنك من النوع اللي مكتوب عليه يتحمل الألم ويتعامل معاه. بصيت ناحيتها وأنا بسألها عايزة تقوليلي إيه طيب؟ ماما عارفة بوجودك، بس سايباك تعيش لأنك طيب. أنت مسكين فاكر إنك عارف كل حاجة، لكن أنت ما تعرفش ولا حاجة. كلامها غامض وعميق. فكرت فيه شوية لكن للأسف أنا مش فاهم أي حاجة من اللي هي بتقوله. فجأة حسيت بالوحدة، إحساس غريب مرعب ومخيف. حسيت إن المكان بيضيق عليا. فجأة عينيها بدأت تتبدل، كانت بتتحول للون الأبيض. عينيها كان شكلها مخيف. سمعت صوت عربية بتكلكس من بره المحطة، عربية سودة واقفة في الضلمة. البنت عينيها رجعت لطبيعتها مرة تانية. ابتسمت وهي بتاخد كيس الحلويات وبتجري ناحية الباب،
ومنه على العربية اللي انطلقت بسرعة أول ما البنت ما ركبت. مش قادر أبطل تفكير في البنت واللي قالته، ومش قادر أبطل تفكير في تصرفاتها وفي شكل عينيها لما اتحولت. مش قادر أفهم أي حاجة غير حاجة واحدة بس: البنت دي مستحيل تكون بشرية. ولحد هنا بينتهي ملفنا النهارده في بودكاست الارشيف. اتمنى حلقه النهارده تكون عجبتكم، واستنوا الحلقه اللي جايه اللي هتكون الحلقه الاخيره من سلسله حدث بالفعل. يا رب يا رب يا رب تكون سلسله الحلقات دي عجبتكم. في النهايه اللي ما عملش لايك للحلقه ينزل يعمل لها لايك دلوقتي، اللي ما عملش سبسكرايب ينزل يعمل سبسكرايب، اعملوا شير لو شايفين ان البودكاست ده يستاهل ان الناس تعرف بيه. انتوا كنتوا بتسمعوا بودكاست الارشيف، وكان معاكم خالد محمد، ولحد ما نتقابل الحلقه اللي جايه في ملف جديد اشوفكم على خير.